زمان قبل ما الناس تسافر كتير زي دلوقتي، لما كانوا بيشوفوا رسومات الكهوف والأحجار القديمة في مصر والعراق والصين، كانوا بيتعجبوا من جمال الألوان وبيقولوا يا سلام، الناس زمان كانت بتفهم في الألوان قوي. كانوا بيفكروا إن الناس زمان كانت بتحب الجمال وبس، عشان كده كانت بتزين كل حاجة حواليهم بالألوان. بس الحقيقة مش كده خالص، هقولك ازاي. يلا بينا. Stop. ازيك يا جميل، اهلا بيك في برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهال رشاد. النهاردة حلقتنا مبهجة وحلوة جدا لانها متعلقة بالالوان، وما احلى الالوان. زمان الناس كانت بتدي للالوان معاني خاصة، مش بس جمال. مثلا في مصر القديمة كان كل لون ليه معنى معين. الاحمر كان بيرمز للحياة، والازرق للسماء، وهكذا. مش بس كده، الالوان كانت بتستخدم في الطقوس الدينية وفي حماية الناس من الارواح الشريرة. ولو بصينا على لوحات الالوان اللي كانوا بيستخدموها زمان، هنلاقي انهم كانوا بيستخدموا الوان اساسية بسيطة زي الاحمر والاصفر والازرق، مش زي دلوقتي اللي فيه الوان كتيرة قوي. وحتى الرسامين القدامى كانوا بيستخدموا نفس الالوان لنفس الاجزاء في كل الرسومات. يعني كان في نظام معين في اختيار الالوان، مش مجرد خيال. وطبعا للالوان في الثقافات القديمه وخاصه في مصر القديمه معاني رمزيه عميقه ارتبطت بالحياه والموت والطبيعه والالهه. شويه امثله كده على المشي. الاحمر كان يرمز الى الحياه والقوه والشمس والحب والدم، وكان بيستخدم في طلاء المقابر وكمان في تزيين الجدران والمعابد. الأزرق كان يرمز للسماء والمية والحكمة والخلود، وكان يستخدم في تزيين السقوف وتصوير النيل. الأخضر كان يرمز للخصوبة والطبيعة والحياة الجديدة، وكان يستخدم في تصوير الأراضي الزراعية والنباتات. الأصفر كان يرمز للشمس والذهب والثروة، وكان بيستخدم في تزيين تماثيل الآلهة والأواني الملكية. الأبيض كان يرمز للنقاء والطهارة والحكمة، وكان بيستخدم في ملابس الكهنة وفي طلاء الجدران الداخلية للمعابد. الأسود كان يرمز للموت والليل والخير والشر، وكان يستخدم في تصوير العالم السفلي وفي كتابة الهيروغليفية. الذهبي كان يرمز إلى الإلهية والقوة والخلود، وكان يستخدم في تزيين تماثيل الآلهة والأواني الملكية. طب ليه كانت الألوان تحمل المعاني دي أصلا؟ بسبب الارتباط بالطبيعة. كانت الألوان المستوحاة من الطبيعة المحيطة بالإنسان زي لون السماء والأرض والنباتات. الاعتقاد في قوة خارقة، كان الناس بيؤمنوا بوجود قوة خارقة للطبيعة، وكانوا بيستخدموا الألوان للتواصل مع القوة دي. الرمزية الدينية، كانت الألوان بتستخدم في طقوس دينية للتعبير عن الأفكار والمعتقدات الدينية. وكمان كان في دلالات كتير في استخدام الألوان في الحضارات القديمة المختلفة، زي الحضارة اليونانية كان الأبيض بيرمز للنقاء والأزرق للسماء والأحمر للشجاعة. الحضارة الرومانية كان الأبيض بيرمز للسلام والأحمر للحرب والأسود للحزن. وأخيرا الألوان دي بجد قصة لوحدها، وهتفضل قصة جميلة ومبهجة طوال الحياة. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الأزياء وتاريخها المثير. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بمعلومات جديدة عن الألوان. الأزياء مش بس ملابس، دي جزء من هويتنا وثقافتنا. وبجد أنا مستنية تقولولي رأيكم في الستايل بتاعي، وهل المعلومات كانت مفيدة ليكم ولا لأ.
وما تنسوش تتابعوا رودانيا ستايل على الفيسبوك والإنستجرام @rodaniastyle، وتزوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. افتكروا دايما life is a party dress like it، ونشوفكم الحلقة الجاية. كل سنة وانتم طيبين. باي باي. Stop.